بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. موقع عبد الرحمن طلبه استاذ التاريخ والجغرافيا، حبايبي ثالثه اعدادي، رجعنا من جديد باذن الله تعالى. هخلص اخر درس النهارده في الوحده الرابعه، وهو مصر من الحمايه البريطانيه حتى ثوره يوليو 1952. يلا بينا. اخر حدث خدناه الفيديو اللي فات ان جه واحد اسمه محمد فريد قدر ان هو يواجه الاحتلال البريطاني. الكلام ده كان من بعد وفاة مصطفى كامل من سنة 1908 لغاية 1918 أو 19. ولكن في أواخر فترة محمد فريد حصل أمر عالمي، وهو ممثل في الحرب العالمية الأولى. قال لك الحرب العالمية الأولى هي بدأت من سنة 1914 حتى انتهت سنة 1918. وطبعا الحرب دي انتهت بهزيمة الدولة العثمانية. لكن انا هرجعك شويه بالتاريخ. سنه 1914 قال لك سنه 1914 مع بدايه الحرب العالميه الاولى جت بريطانيا غيرت الوضع في مصر. ايه بقى اللي عملته بريطانيا في مصر؟ اولا انهت السياده العثمانيه على مصر. ازاي؟ جت بريطانيا سنه 1914 ووضعت قانون جديد اسمه الحمايه البريطانيه على مصر. يعني ايه كلمه حمايه بريطانيه؟ تعني خضوع مصر المطلق للاحتلال البريطاني. يعني مصر ملهاش علاقه من دلوقتي بالدوله العثمانيه. وبرضه من التغيرات اللي حدثت المعتمد البريطاني ما بقاش اسمه المعتمد البريطاني، امال بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه المندوب السامي البريطاني. وخلي بالك بقى، بريطانيا من سنه 1914 لغايه سنه 1918 عملت اسوأ مما تتخيله في مصر في خلال الفتره دي. طبعا ليه؟ عشان تستغل مصر في الحرب العالميه الاولى. طب ايه بقى اللي بريطانيا عملته؟ قال لك بقى يا سيدي، بريطانيا اولا عملت حاجه اسمها الحمايه البريطانيه، اتنين عملت حاجه اسمها الاحكام العرفيه. يعني ايه بقى الاحكام العرفيه؟ طبعا الاحكام العرفيه دي شبه دلوقتي حاجه اسمه قانون الطوارئ، اللي هو الدوله لما يكون مثلا فيها قلق تقوم عامله اجراءات صارمه في الدوله، زي مثلا منع التجوال، مثلا ممنوع التجمعات، تقبض على اي حد تشتبه فيه. فاجراء من اسوأ الاجراءات اللي موجوده في الدول. رقم بقى 3 ان هي كانت عامله رقابه على الصحف والمجلات عشان حوار بتاع حديث الدنشواي ما يتكررش مره اخرى، وطبعا ممنوع الاستقلال. فالاجراءات الصعبه دي كانت ما بين سنه 1914 لغايه سنه 1918. نيجي بقى في تاريخ مميز اللي هو نوفمبر 1918 بعد نهايه الحرب العالميه الاولى. قال لك ماذا حدث؟ قال لك تألف وفد مصري من أعضاء الجمعية التشريعية اللي هي الجمعية السورية اللي عملتها مين؟ الاحتلال البريطاني. الوفد ده هيتجمع برئاسة واحد اسمه سعد باشا زغلول. هياخدوا بعضهم ويروحوا لمين؟ هيروحوا للمندوب السامي البريطاني اللي هو بدل بقى المعتمد، اسمه السير وينجت، وهيطلبوا منه شوية مطالب اللي هي ممثلة في ايه؟ قال لك الممثله في الاجراءات اللي عملتها بريطانيا من سنه 1914 1918. زي بقى يا سيدي الغاء الحمايه البريطانيه على مصر، 2 الغاء الاحكام العرفيه، 3 الغاء الرقابه على الصحف والمجلات، 4 الاستقلال التام، 5 السماح لهم بالسفر الى باريس لعرض القضيه بتاعتهم على مؤتمر اسمه مؤتمر الصلح. ايه مؤتمر الصلح ده؟ قال لك بعد انتهاء الحرب العالميه الاولى الدول بقى اللي دخلت الحرب قعدت مع بعض علشان بقى تصفي المشاكل اللي ما بينهم وعشان تحل المشاكل اللي ما بينهم. فسعد زغلول قال ان هو يستغل هذا الوضع ويسافر هناك ويعرض القضيه بتاعته على مؤتمر الصلح. طبعا بقى سعد زغلول كان مفكر ان الدنيا وردي والحياه جميله، وان السير وينجت هيقول له خد جواز سفرك اهو وسافر والكلام. ولكن اصطدم سعد زغلول. اصطدم بايه؟ ان المندوب السامي البريطاني اعترض على الصفه اللي سعد زغلول بيتكلم بيها، ان سعد زغلول بيتكلم باسم الامه. فهنا بقى السير وينجت قال له يا سعد زغلول انت بتتكلمي بصفه مين؟ انت مين اصلا؟ فسعد زغلول قال له والله انا بتكلم باسم الناس. قال له لا، اديني دليل مادي يثبت ان انت بتتكلم باسم الناس. هنا بقى بدات فكره حاجه اسمها جمع التوكيلات من الامه، اللي بتاكد ان حزب الوفد هو اللي بيتكلم باسم الناس. وفعلا سعد زغلول خد بعضه وجمع التوكيلات من الناس، ونتيجه لذلك اصبح الوفد المصري بزعامه سعد زغلول يمثل الامه. طبعا بقى سعد زغلول كان فرحان بجمع التوكيلات، فخد بعضه وراح للسير وينجت مره اخرى. طبعا بقى السير وينجت هنا رفض هذا الامر وامر بالقبض عليه، وتم نفي سعد زغلول الى جزيره مالطا. الكلام ده سنه 1919 في شهر مارس. وده بقى يا سيدي كان السبب المباشر لقيام ثوره 1919. طب ده السبب المباشر. طب في اجراءات قبل كده او عوامل قبل كده ادت الى قيام الثوره؟ قال لك
عندي 4 عوامل ادت الى قيام ثوره 1919. زي ايه يا سيدي؟ اولا نمو الوعي الوطني لدى المصريين من اجل الاستقلال، وخلي بالك السبب ده زي مين؟ زي الثوره العرابيه. رقم 2 الاجراءات العنيفه التي اتخذتها بريطانيا من سنه 1914 ل 1918. رقم بقى 3 ادعاء انجلترا وحلفائها بانها تحارب من اجل حريه الشعوب واستقلالهم. طبعا هنا كلمه ادعاء يعني كذب. رقم بقى 4 اعلان الرئيس الامريكي ويلسون المبادئ ال14 ومنها حق الشعوب تقرير المصير، يعني في مبدأ بيقول ان الدولة المحتلة من حقها ان هي تقرر مصيرها. وهنا بقى هتحدث الثورة سنة 1919. طبعا الثورة دي قامت في القاهرة وامتدت الى كافة المدن والاقاليم، وشارك في هذه الثورة جميع الفئات بتاعة الشعب المصري، ولذلك الثورة بتاعة 19 هي ثورة شعبية شاملة اكدت على الوحدة الوطنية بين ابناء الامة المصرية. ونتيجة لذلك بقى بريطانيا لقت ان الشعب المصري هاج وماج وعمل ثورة، فهنا بقى الاحتلال البريطاني قال ان هو يهدي الوضع شوية، فنتج عن ذلك قيام الحكومة البريطانية بعزل السير وينجت وتعيين واحد اسمه الجنرال اللينبي، وده بقى كان اكثر دهاء وكان راجل ناصح قوي. 2 الافراج عن سعد زغلول ورفاقه سنة 1919 والسماح لهم بالسفر الى باريس لعرض القضية على مؤتمر الصلح. وخلي بالك بقى الجنرال الليمبي هيعمل حركه صايعه شويه. الحركه دي هتبان قدام سعد زغلول ان هو الليمبي حد كويس وراجل مش وحش، وفي نفس الوقت هيعمل كده من تحت لتحت كده حركه مش لذيذه. قال لك جه الليمبي سمح لسعد زغلول ان هو يسافر الى باريس، وفي نفس الوقت اتصل على مؤتمر الصلح في باريس، اتصل على الناس هناك قال لهم يا جماعه هيجي لكم واحد اسمه سعد زغلول هيطالب بالاستقلال، كلكم في نفس واحد قولوا له لا. وده اللي حدث. قال لك بقى سعد زغلول اول ما سافر الى مؤتمر الصلح الى باريس اتصدم ليه؟ قال لك بسبب اعتراف كل من الدول الموجوده بالمؤتمر حتى الرئيس الامريكي ويلسون بالحمايه البريطانيه على مصر، مما اصاب اعضاء الوفد المصري باحباط كبير. يعني حتى ويلسون اللي قال من حق الشعوب تقرير المصير، لما سعد زغلول قال له يا عم ويلسون مش انت قلت من حق الشعوب تقرير المصير؟ قال له انا يا بنتي الكلام ده يا ابني. فطبعا هنا سعد زغلول اصيب بالاحباط هو واعضاء الوفد. طبعا بقى الليمبي برضه هيستغل الوضع ده وهيستغل ان سعد زغلول فين؟ في فرنسا، وهيقول لواحد اسمه ميلنر. ميلنر ده كان وزير المستعمرات البريطانيه. الليمبي قال لميلنر تعالى يا ميلنر اقنع الشعب المصري بالحمايه البريطانيه، واستغل ان سعد زغلول فين؟ في فرنسا. فطبعا الشعب المصري لما يقبل الحمايه البريطانيه هيحدث كده انشقاق بين الشعب المصري وسعد زغلول. فهنا بقى هتبدأ المفاوضات المصرية البريطانية بأول لجنة اللي هي لجنة ميلنر في ديسمبر 1919. اللجنة دي جاية علشان تقنع الشعب المصري بقبول الحماية البريطانية. فهنا بقى رد فعل الشعب المصري كان في وعي كبير جدا جدا جدا. ازاي؟ ان هو رفض التفاوض مع لجنة ميلنر وقاطعها. ليه؟ قال لك لان الشعب المصري لو تفاوض مع ميلنر يعني معنى كده هيتنازل عن التوكيل اللي عمله لسعد زغلول، وهنا بان الوعي القومي لدى الشعب المصري. فهنا بقى ما كانش قدام ميلنر الا ان هو يعمل التفاوض مع سعد زغلول، فهيحدث بقى مفاوضات سعد وميلنر. قال لك المفاوضات ديت للاسف فشلت. لما؟ لان المفاوضات دي كانت ستؤدي الى الاستقلال سوريا، يعني استقلال بس على الورق، وطبعا الشعب المصري رفض هذه المفاوضات. طب ماذا حدث بعد ذلك؟ قال لك هننتقل بقى بالحدث سنة 1921 في شهر مارس. هيمسك الوزارة واحد جديد اسمه عدلي يكن. فعدلي يكن لما مسك بقى الوزارة جاله واحد اسمه كيريزون. كيريزون ده كان وزير الخارجية بتاع بريطانيا. قال لك بقى يا سيدي ان عدلي يكن كان يرجو ان يوفق في الاتفاق مع البريطانيين على وضع دستور يحقق امال ومطالب الوطنيين. فحدثت بقى المفاوضات ما بين عدلي يكن وكيريزون وزير الخارجية، ولكن المفاوضات فشلت، فمما ادى الى استقالة عدلي يكن من الوزارة ورفض رجال السياسة تشكيل حكومة جديدة. اخرا بقى يا سيدي القبض على سعد زغلول ونفيه للمرة الثانية الى جزيرة اسمها سيشل. خلي بالك بقى ليه قبض على سعد زغلول المره الثانيه؟ لان سعد زغلول كان هو برضو المحرك الرئيسي بس من تحت لتحت، هو اللي خلى الشعب المصري يرفض
المفاوضات والكلام اللي حدث ده. طب ايه بقى النتائج المترتبه على قبض سعد زغلول؟ ادى ذلك الى تجدد ثوره المصريين مره اخرى، بس المره دي بقى الشعب المصري برضو كان عنده وعي عالي قوي قوي قوي. ما عملش ثوره زي ثوره 19 الاولى، المره دي عمل حاجه اسمها مقاطعه البضائع الاجنبيه. فالشعب المصري عمل كده، قال لك قام بمقاطعه البضائع الاجنبيه. فهنا بقى بريطانيا اضطرت ان هي تعمل حاجه اسمه تصريح 28 فبراير 1922. تصريح بقى 28 فبراير 1922 هو تصريح نقدر نقول عليه 50-50، يعني حلو ووحش في نفس الوقت. التصريح ده كان نصوصه بتقول ايه؟ 1. الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة. 2. انهاء الحماية البريطانية على مصر. رقم 3. الغاء الاحكام العرفية. طبعا الشعب المصري فرح والدنيا جميلة، ولكن بريطانيا قالت له لا اصبر، ده في 4 شروط اللي هم بيسموهم 4 تحفظات. فالتحفظات دي بقى هي اللي هتخلي التصريح مش كامل 100%. ايه بقى الشروط اللي وضعتها بريطانيا؟ اولا تأمين المواصلات البريطانية في مصر. 2. الدفاع عن مصر ضد اي اعتداء خارجي. 3. حماية المصالح الأجنبية والأقليات في مصر. 4. استمرار أوضاع السودان على ما كانت عليه حسب اتفاقية الحكم الثنائي في السودان سنة 1899. خلي بالك بقى التصريح ده كان هيبقى كويس جدا 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 لولا التحفظات ال4. طب ما النتائج المترتبة على هذا التصريح؟ قال لك أدى ذلك إلى أعلن السلطان فؤاد نفسه ملكا على مصر سنة 1922. يعني السلطان فؤاد أصبح ملك. خلي بالك، فؤاد قبل التصريح كان سلطان، بعد التصريح أصبح ملك. رقم 2 أعيدت وزارة الخارجية لمصر مرة أخرى. رقم 3 بقى تشكيل وزارة جديدة بقيادة واحد اسمه عبد الخالق ثروت، اللي شكل لجنة من 30 عضو عشان يحطوا دستور جديد اللي هو دستور 1923. ايه الدستور ده بقى يا سيدي؟ قال لك الدستور ده كان برضو فيه مميزات وفيه عيوب. خلي بالك بقى يا سيدي، الدستور بتاع 1923 من مزاياه ايه؟ قال لك ان الامه مصدر السلطات، يعني الشعب هيشارك مع الحاكم في السلطه. رقم 2 وضع نهايه الحكم المطلق. رقم بقى 3 عندي حاجتين وهما المساواه بين المصريين واحترام الحريات العامه. كل دي كانت مزايا كويسه، ولكن طبعا لم يخلي من العيوب. قال لك بقى عيوب الدستور الممثله فيه ان الملك اعطي سلطات واسعه، سواء كانت سلطه تنفيذيه او سلطه تشريعيه. طب ايه بقى السلطات الواسعه؟ قال لك كان يقدر الملك ان هو يشيل برلمان ويحط برلمان اخر، او يشيل وزاره ويحط وزاره اخرى. وطبعا بقى نتج عن الدستور بتاع سنه 1923 اجريت الانتخابات العامه، وحصل حزب الوفد على الاغلبيه، واصبح سعد زغلول اللي هو رئيس حزب الوفد رئيس الوزراء في هذا الوقت. وكانت الوزاره دي اول وزاره برلمانيه وسموها بوزاره الشعب. الكلام ده سنه 1924، وتم افتتاح بقى اول برلمان مصري سنه 1924 في شهر مارس. ولكن حدث امر لم يكن في الحسبان، وهو اغتيال واحد اسمه السير لستاك. الكلام ده في شهر نوفمبر. خلي بالك بقى يا سيدي، السير لستاك ده كان القائد العام للجيش المصري والحاكم العام للسودان، حاجه كده تقيله برضه. قال لك بقى يا سيدي نتج عن مقتل السير لستاك ان جت بريطانيا قدمت انذار عن طريق الجنرال الليمبي، قال لهم يا جماعه والله الراجل ده اتقتل، فاحنا عايزين تعويض. 2 سحب الجيش المصري من السودان. وقام عرض المطالب دي على وزاره سعد زغلول. طبعا بقى سعد زغلول لقى المطالب مش كويسه، فقدم استقالته في اليوم التالي على طول من الانذار. رقم 2 تأليف بقى وزاره جديده بقياده واحد اسمه احمد زيور باشا. احمد زيور باشا ده قال لك كان رئيس مجلس الشيوخ. خلي بالك، رئيس مجلس الشيوخ يعني سلطه تشريعيه. الراجل ده بقى هو اللي قبل الانذار البريطاني. وطبعا بقى في عهد زيور باشا ده تم سحب الجيش المصري من السودان. وهنا بقى خلي بالك سعد زغلول ما طولش، جه سنه 1927 توفى، وجاء بعد واحد اسمه مصطفى النحاس هيمسك الحزب بتاع الوفد. هنعدي بالتاريخ شويه، هنروح لسنه 1930 هيمسك رئيس وزراء جديد اسمه اسماعيل صدقي باشا الوزاره. الراجل ده بقى كان المطبلاتي بتاع الملك فؤاد. قال لك بقى قام اسماعيل صدقي بإلغاء الدستور بتاع سنة 1923 وحط دستور جديد اللي هو سنة 1930. الدستور ده قال لك أعطى للملك سلطات كبيرة جدا 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 وأهدر سلطة الأمة. ولكن بقى الشعب المصري يسكت. قال لك بقى عارض الشعب المصري هذا الدستور، وقام بالعديد من المظاهرات للمطالبة بإلغاء هذا الدستور وإرجاع دستور 23 مرة أخرى. هنا بقى نتج عن هذه المظاهرات
ان الملك فؤاد اضطر ان هو يشيل دستور 30 ويرجع دستور 1923 مرة اخرى. ولكن للاسف بقى الدستور بتاع 23 منذ رجوعه مرة اخرى ما كانش كويس على مصر، او ما كانش الدستور ده نقدر نقول عليه مثلا لصالح مصر. لان يا سيدي الاحزاب اللي كانت موجوده في مصر في الوقت ده قال لك كانت احزاب بتخدم بريطانيا او الملك، ما كانتش بتخدم الشعب المصري. فقال لك ان الاحزاب تعددت منذ صدور دستور 1923، ولكن التعدد ده لم يؤدي لاثراء الحياه النيابيه. ليه؟ قال لك لانها كانت اداه للقصر الملكي ولبريطانيا لتحقيق مصالحها دون النظر طبعا لمصالح الشعب المصري. يعني الاحزاب اللي كانت موجوده كانت بتخدم بريطانيا بس والملك فؤاد. وتمر بقى السنين ونروح لسنة 1936، وهنا بقى بريطانيا هتضطر ان هي تعمل معاهدة مع مصر اللي هي معاهدة 1936. المعاهدة ديت بريطانيا عملت المعاهدة ديت قال لك لتخوفها من قيام ثورة جديدة في الوقت ده. وطبعا بريطانيا بتحضر نفسها لحرب اسمها الحرب العالمية الثانية. فخلي بالك بقى بريطانيا بتعملش حاجة الا طبعا لمصلحتها. قال لك بقى دارت المفاوضات بين مصطفى النحاس والانجليز وانتهت بتوقيع معاهده في اغسطس سنه 1936. طب ايه بقى بنود هذه المعاهده؟ قال لك اول حاجه جلاء القوات البريطانيه عن القاهره وجميع الجهات الاخرى ما عدا منطقه واحده اللي هي منطقه قناه السويس، يعني هيمشوا مصر كلها ما عدا قناه السويس. رقم 2 وضع مصر موانيها ومطاراتها وطرق مواصلاتها تحت تصرف بريطانيا في حاله الحرب. رقم 3 تعهد الحكومة المصرية ببناء الثكنات والمعسكرات والطرق والكباري اللازمة للقوات البريطانية والعمل على صيانتها بشكل دوري. رقم بقى 4 مساعدة بريطانيا لمصر للانضمام لحاجة اسمها عصبة الأمم المتحدة. رقم 5 استمرار إدارة السودان وفقا لاتفاقية الحكم الثنائي ليناير 1899 مع عودة القوات بقى المصرية إلى السودان. خلي بالك فاكر اللي هو مقتل السيرلستاك، هنا بقى القوات المصرية ترجع تاني إلى السودان. آخرا أن تسري هذه المعاهدة لمدة 20 سنة. خلي بالك بقى يا سيدي معايا في بنود هنا لصالح مصر وفي بنود سلبية يعني مش لصالح مصر. يعني مثلا المواني والمطارات والثكنات والمعسكرات كل ده طبعا مش لصالح مصر. طب ما النتائج المترتبة على هذه المعاهدة؟ خلي بالك بقى، شفت النصوص هيها ما النتائج. عندي برضو 6 نتائج. قال لك اولا انتهاء احتلال مصر عسكريا مع بقاء قوات بريطانية في قناة السويس. 2 انضمام مصر الى عضوية عصبة الامم المتحدة باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة. رقم 3 بقى وهي جديدة الغاء الامتيازات الاجنبية في مؤتمر اسمه مونترو سنة 1937. خلي بالك انت خدت في المنهج عندك حوالي 3 مؤتمرات، خدت مؤتمر الاستانا، خدت مؤتمر الصلح، ومؤتمر مونترو اللي هو لغى فيه الامتيازات الاجنبيه. رقم بقى 4 تقويه الجيش المصري لكي يتمكن من الدفاع عن قناه السويس بمفرده، فبالتالي تجلي القوات البريطانيه عن مصر. يعني يا مصر قوي جيشك عشان لما تقوي جيشك هنمشي برضو من قناه السويس. رقم بقى 5 حريه مصر في عقد المعاهدات السياسيه مع الدول الاجنبيه بس بشرط الا تتعارض مع هذه المعاهده. رقم 6 بقى عودة الجيش المصري إلى السودان مرة أخرى واعتراف بريطانيا بالإدارة المشتركة مع مصر في السودان. خلي بالك بقى المعاهدة ديت هي الظاهر بتاعها ان هي كويسة، ولكن الباطن بتاعها او الخافي بتاعها سيء جدا بالنسبة لمصر، لان طبعا بريطانيا بقى هتستغل هذه المعاهدة في الحرب العالمية الثانية. وطبعا المعاهدة ديت قال لك حصلت ايام مين؟ قال لك ايام الملك فؤاد الاول. ايه بقى اللي حصل بعد معاهدة 36؟ قال لك تحولت العلاقة بين مصر وبريطانيا من احتلال الى تحالف. رقم 2 زاد نفوذ القصر الملكي وسيطرته لما بقى مسك مين؟ لما بقى مسك الملك فاروق العرش. والعلاقة بين مصر وبريطانيا كانت جميلة جدا لغاية سنة 1939 اللي هي بداية الحرب العالمية الثانية. قال لك بقى يا سيدي تغيرت الأوضاع وحدث خلاف بين الحكومة المصرية وبريطانيا. طب ليه؟ قال لك بسبب إصرار بريطانيا على أن تعلن مصر الحرب على دول المحور، لأن طبعا بريطانيا كانت ضمن دول الحلفاء، وطبعا الحكومه المصريه كانت بترفض هذا الامر ليه؟ لاتباع مصر سياسه تجنب ويلات الحرب. يعني مصر خايفه تخش الحرب فتستنفذ بقى طاقتها ومواردها والكلام اللي انت عارفه ده. طبعا بقى بريطانيا ما عجبهاش هذا الامر، فارادت بقى ان هي تجبر الملك فاروق. فحدث بقى شويه مناوشات كده من سنه 39 لغايه سنه 1942.
ماذا حدث بقى سنة 1942 خاصة في 4 فبراير؟ قال لك قامت بقى حادثة، أسباب هذه الحادثة مماطلة الملك فاروق في الاستجابة لمطالب بريطانيا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى النحاس باشا يكون رئيسا للوزراء. يعني بريطانيا عرضت على الملك فاروق أكثر من مرة إن هو يعين مصطفى النحاس رئيسا للوزراء علشان يحقق ليها بقى الغرض اللي هي عايزاه، وإن مصر تشارك في الحرب. وكان طبعا الملك فاروق كان بيماطل دائما. فأحداث هذه الحادثة قامت بريطانيا بتوجيه انذار للملك فاروق، وقامت بعد ذلك الدبابات البريطانيه بمحاصره قصر عابدين وهددته ان هي تشيله من العرش. طبعا بقى الملك فاروق خاف على العرش بتاعه، فقبل الملك فاروق الانذار وقام بتعيين مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد برئاسه طبعا الوزاره. وطبعا بقى اللي كانت عايزاه بريطانيا اتحقق في ان مصطفى النحاس ساعدها عن طريق مصر في الحرب العالميه الثانيه، وساعدها ان هي تكسب الحرب. طب لما الحرب خلصت بقى ماذا حدث سنه 1945؟ راحت بقى للملك فاروق قالت له عايز تشيل مصطفى النحاس، يلا شيله مفيش مشكله. فطبعا بقى الملك فاروق ما كانش في الاصل عايز مصطفى النحاس، فهنا بقى رحب بالامر فشال بقى هنا مصطفى النحاس. هنا بقى مصطفى النحاس كان شاعر بالغضب وحس ان هو اتلعب بيه كوره زي ما بيقولوا يعني. يجي بقى سنه 1947 مسك الوزاره واحد جديد اسمه النقراشي باشا. قال لك عرض على مجلس الامن قضيه الجلاء بالنسبه لبريطانيا من مصر والسودان، ولكن مجلس الامن ترك القضيه معلقه. يعني ايه معلقه؟ يعني بكره، بعده، كمان سنتين، كمان 10 سنين، يعني مجلس الامن ما حلش الموضوع. فتمر بقى السنين ونيجي في اكتوبر سنه 1951 وعاد لينتقم. ايوه اللي في دماغك فعلا مصطفى النحاس مسك مرة أخرى رئيسا للوزراء، وهنا بقى قام بإلغاء معاهدة 1936. خلي بالك هو لغى المعاهدة أيام فاروق، عمل المعاهدة أيام الملك فؤاد. وقال لك لما لغى المعاهدة وأطلق الحرية للشعب المصري للنضال المسلح ضد بريطانيا يمة قناة السويس. وقال لك بقى نتج عن ذلك مهاجمة جماعات الفدائيين للمعسكرات البريطانية. ومش بس كده، قال لك عمدت الحكومة المصرية إلى زيادة عدد جنود الشرطة في منطقة قناة السويس لمساعدة الفدائيين، فقامت القوات البريطانية بحصار مبنى الإسماعيلية علشان تنزع سلاح الجنود بتاع الشرطة. فهنا رفض بقى جنود الشرطة تسليم السلاح بتاعهم لقوات الاحتلال، فحدث الصدام ما بينهم في 25 يناير 1952، فاستشهد الكثير من المصريين. وبعد ذلك بقى تطورت الأحداث، واليوم ده بيعتبروه عيد الشرطة. قال لك بقى في اليوم التالي يوم 26 يناير سنة 1952 حدث بقى حاجة اسمه حريق القاهرة، وده طبعا كان إذانا لنهاية الحكم الملكي وبداية بقى حقبة جديدة لمصر مع النظام الجمهوري سنة 1952 وقيام بقى ثورة يوليو سنة 1952. وبكده بقى يا سيدي اكون الحمد لله خلصت المنهج بتاع التاريخ، واستنوني بقى ان شاء الله تعالى في الفيديوهات الجايه مع بقى الملخص والموجز مع الجغرافيا والتاريخ. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.